السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا دايما يا حبايب قلبي، وحشتوني. بقالي زمان ما عملتش اصناف معاكم كده. كنا بنعمل حاجات حفظ تخليل وتفريز وكده، فقلت بقى اعمل معاكم النهاردة البرجر. بدل ما نشتريه لأولادنا من برا، هنعمله في البيت بطريقة سهلة جدا، وحاجات موجودة في بيوتنا كلها. وأغلف كل قطعة كده بالأكياس واحطها في الفريزر عشان ما يلزقش في بعضه. وقت ما تحبي تعملي لولادك سندوتشات برجر طلعيها واعملي. البرجر حلوة قوي بالطريقة دي، احنا بنعمله من زمان وحاجة مضمونة ونضيفة. قبل ما تكملي الفيديو انزلي اعملي اللايك وحطي لي تعليق ظريف، شجعوني اكمل. واللي اول مرة شرفني يعمل سبسكرايب للقناة. معايا توم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر وبابريكا وقرفة وجنزبيل وبهارات ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. ما تنسيش معلقة صغيرة بيكنج باودر. هحط بصلاية كده وافرمها في المفرمة. انا المفروض كنت ابشرها بس انا كسلت بصراحة ففرمتها اهي. هحط عليها كيلو اللحمة مفرومة طلعتها من الفريزر حتى فيها حتت لسه تلج مجمدة يعني. معايا كوباية فول صويا منقوعة ومتصفية. معلقة كبيرة بهارات برجر ومعلقة كبيرة نشا، واحط كل البهارات بتاعتي وهضرب. انا لقيت الخليط كتير على الكبة فهضرب اقسمها نصين كده. هي جاهزة، افضيها. هفضيها ونرجع نشوف هنشكلها ازاي. هنا ده مكبس البرجر. انا كنت بشكلها في غطا برطمان. يعني ما عندوش المكبس ده يشكلها زي ما انا كنت بعمل الاول في غطا برطمان بلاستيك المقاس اللي انت عايزاه. دي البرجرية دي طلعت كبيرة قوي فهشيل منها وارجع اشكلها تاني. بتحط الكيس البلاستيك كده علشان تطلع متشكلة في قلبه. وهجيب الورق البلاستيك انا مقطعاه، الكيس مقطعاه ومجهزاها. هشكل بقى في اللي انا مقطعاه على طول. اظبطها كده واضغط عليها بالمكبس اهي. هجيب واحدة تانية واحط وابدأ اشكلها كلها بنفس الاسلوب ده. الحتة البلاستيك احطها واحط عليها العجينة واغطيها واضغط عليها. خلصتها وشكلتها اهي. هحطها في الفريزر. كل قطعة كده لوحدها رسوم على الصينية زي ما انتوا شايفين كده. وهحطها في الفريزر لغاية ما تتجمد واحطهم كلهم في كيس. ولما اعوز اطلع احمرها على الجريلا او على الطاسة التيفال. دهنة زيت خفيفة كده وبتحمريها وتعملي لأولادك أحلى برجر مضمون نضافته. يلا بسرعة اعملوا لي لايك للفيديو وشير للفيديو عشان حبايبكم يستفيدوا. واللي أول مرة يشرفني يعمل سبسكرايب للقناة ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد من فيديوهاتي إن شاء الله. استنوني مع قناة أكلة وفكرة مع سمية في فيديو جديد. مع السلامة.